شيرين عبد الوهاب على رجل أعمال من خارج الوسط الفني، وأول رد فعل من حسام حبيب بعد ما عرف الخبر. وخليني أقول لكم اللي أعلنت الخبر شيرين بنفسها وعلى حساباتها الرسمية، وده بعد شهور قليلة جدا من انفصالها من حسام حبيب. وقالت كمان إن كاتب الكتاب قريب جدا، ولكن عريسها مش حابب يفصح عن هويته، وهي كمان ما وضحتش مين خطيبها، ولكن وصفت نفسها بإنها زينة العرايس، وهو اسم أحدث أغنية قدمتها، مشيرة لكونها تعيش قصة حب كبيرة مع خطيبها في الوقت الحالي. رد فعل حسام حبيب على خطوبتها هو اللي كان صادم للبعض. خرج طريق الفنانة شيرين عبد الوهاب حسام حبيب للتعليق من خلال رسالة صوتية ونشرها في نفس المكان، وقال حسام حبيب: ألف ألف مبروك، وبتمنى لها أحلى حياة في الدنيا، والحمد لله رب العالمين أشوفها سعيدة، وربنا يسعد قلبها ويفرحها دايما. وتابع حسام حبيب وأكد إن ما يربطه بشيرين عبد الوهاب لا علاقة ليه بكونهم متجوزين أو لأ، وهو ما يجب على الجميع فهمه. وختم كلامه وقال إنه بيتمناها إنه يشوفها أسعد شخص في الدنيا، ووجه ليها المباركة ليها هو وخطيبها، وتمنى ليهم السعادة، وقال تعيش أحلى حياة في الدنيا. كلنا نبارك لشيرين.